أهلا بكم وأولى حلقات بودكاست كالما توكس. عايزين نعرف نروح لمين لما نتعب نفسياً؟ نروح لشيخ ولا نروح لدكتور؟ مساحة هادية ورايقة جدا لكل الناس اللي عايزة تعرف أكتر عن نفسها. أنا نورهان طمان، برحب بدكتور أحمد عبد السلام استشاري الطب النفسي، كمان دكتورة شيرين شوقي برحب بحضرتك استشاري الإرشاد النفسي. لكن فكرة إنه الشخص يبقى حاسس إنه هو ما عندوش مشكلة مع نفسه ولا مع الآخر. إحنا بنقول للناس يا جماعة رقم 1 ما تعملش ده. يا إما خطأ من الدكتور يا إما خطأ في فهم المريض. الاضطراب النفسي الناتج من البعد عن ربنا. هذه القيم السلبية نحن نسميها عندنا الأدواء. فلو ده شيء مفيد جدا جدا للإنسان. مسألة الطب النفسي هي نتيجة خلل بيولوجي أو عوامل وراثية. التصرف اللي تشوفه في الشخص فتبدأ تقول له على فكرة أنت عندك OCD. دايما في الوسواس القهري إن إحنا نبدأ بالعلاج السلوكي. اسمه قهري لأن الفكرة مريحة. الفرق ما بين اضطراب الشخصية الحدية واضطراب ثنائي القطبين. وهم بيروحوا أحسن أماكن في العالم وهم موجودين في أفضل أماكن في العالم، حاسين برضو بالملل وبالزهق. التشخيص في الستات والرجال أكيد بيختلف. إن الشخص ده عادة نلاقي علاقاته بالناس غير مستقرة. هو إيه اللي بيحصل جوه المخ لما البني آدم بيفقد حاجة؟ يبتدي يسأل نفسه أسئلة بقى ويسأل الناس طب عملت إيه عشان يحصل كده؟ هتطلع المشاعر لكن ممكن تطلع متأخرة بعد كده وتبقى موجعة جدا جدا. هي أفكار في الفراغ، فأنت بتحاولي أن أنت تملي الفراغ ده بحاجة ملموسة مادية. بعد الاختبارات التانية بنوري له صور مرسومة وبنقول له أعلق عليها، احكي لنا قصة عليها. الاستبصار معناه إيه؟ معناه إن أنا عندي مرض معين وأنا عارف إن عندي المرض الفلاني. إيه الفرق بين الدواء أنت تاخد علاج وما تاخدش علاج؟ تبقى كلام بس. العلاقة بين الإبداع والمرض النفسي.